لو معاك مبلغ من الفلوس دلوقتي هتعمل بيه ايه؟ تشتري دهب وتحافظ على قيمته، ولا تدخل في عقار وتبني علشان ده اصل بيعيش سنين، ولا تحط فلوسك في الاسهم وتستهدف نمو اسرع؟ 3 اختيارات واضحين قدامك، لكن القرار بينهم مش بسيط خالص، لان كل اختيار فيهم ممكن يضاعف فلوسك فعلا، وممكن كمان يوديك في اتجاه غلط لو مش مناسب لوضعك. في ناس تقولك الدهب هو الامان الحقيقي، وقت الازمات محدش بيخسر فيه، وناس تانية تقولك العقار هو الملك، الارض بتزيد وعمرها ما بتقل. وفي فريق تالت بقى شايف ان الفلوس الحقيقية بتتعمل في الاسهم، وهناك في نمو كبير جدا. وكل واحد فيهم عنده قصص نجاح، لكن برضه عنده قصص خسارة. حد كسب في الدهب وحد خسر فيه، حد بنى ثروة من العقار وحد فلوسه اتجمدت لسنين، وحد ضاعف فلوسه في الاسهم وحد خسر جزء كبير منها. يبقى فين الحقيقة؟ الحقيقة ان المشكلة مش في الاختيارات، المشكلة في ان اغلب الناس بتختار من غير ما تفهم. بتسمع رأي حد وتمشي وراه، وتشوف ترند معين وتدخل فيه من غير ما تسأل هل القرار ده مناسب ليا انا ولا لا. انا شريف ودي قناة شريف يستثمر، ودورنا هنا اننا نحط كل حاجة قدامك بوضوح، المميزات والعيوب والمخاطر وكمان الفرص، علشان في الاخر تاخد قرار مبني على فهم مش على كلام الناس. لكن قبل ما نقارن بين التلاتة، في خطوة أهم بكتير لازم نبدأ بيها، خطوة بتحدد من البداية إيه الاستثمار المناسب ليك أنت. وخلينا نبدأ من الأساس. لازم قبل ما تختار تفهم أنت بتستثمر ليه أصلا. قبل ما نقول ذهب أو عقار أو أسهم، خلينا أسألك سؤال مهم جدا: هو أنت بتستثمر ليه أصلا؟ السؤال ده ممكن يكون قدامك بسيط، لكن هو أهم نقطة في الفيديو كله، لأن الحقيقة إن مفيش حاجة اسمها أفضل استثمار بشكل مطلق، في حاجة اسمها أفضل استثمار لهدف معين. والمشكلة إن أغلب الناس بتختار قبل ما تحدد الهدف. فأول حاجة، أنت هدفك إيه؟ هل أنت عايز تحافظ على قيمة فلوسك، ولا عايز تكبرها، ولا تعمل دخل شهري ثابت مثلا؟ كل هدف من دول ليه أداة مختلفة. اللي بيدور على الأمان مش زي اللي بيدور على أعلى عائد، واللي عايز دخل ثابت مش زي اللي مستعد يستنى سنين عشان يكبر راس ماله. لو الهدف مش واضح، حتى أقوى استثمار في العالم ممكن يشتغل ضدك. تاني حاجة يا صديقي، وهي عامل الزمن. انت هتحتاج الفلوس دي امتى؟ بعد سنة ولا 5 سنين ولا 10 سنين؟ في استثمارات بتحتاج وقت علشان تظهر نتيجتها، وفي استثمارات تانية ممكن تتحرك بسرعة. لو دخلت في استثمار طويل المدى وانت محتاج الفلوس قريب، غالبا هتخرج في وقت غلط وتخسر فلوسك. تالت حاجة مهمة، وهي قدرتك على تحمل المخاطرة. في ناس تقدر تستحمل تقلبات قوية في السعر وفي الظروف اللي احنا شايفينها حاليا، وفي ناس اول ما السوق ينزل بتتوتر وتبيع بسرعة، وفي ناس تحب الاستقرار حتى لو العائد اقل، وفي ناس تانية مستعدة تخاطر بس مقابل فرصة اكبر. مفيش صح وغلط هنا، في حاجة اسمها ايه اللي يناسبك انت. وهنا بقى نبدأ نفهم نقطة مهمة جدا. الموضوع مش مقارنة بين الذهب والعقار والاسهم، الموضوع مقارنة بين اختيارات مختلفة وبين وضعك الشخصي. علشان كده خلينا نبدأ نحط اول اختيار على الترابيزة قدامنا، وهو الذهب، ونعرف ليه الناس بتجري عليه وقت الأزمات، وهل فعلا هو الأمان الحقيقي دايما ولا لأ. أول ما بيحصل تضخم أو أزمة اقتصادية أو حتى توتر عالمي، الناس بتجري على الدهب على طول. ليه؟ لأنه ببساطة مش مرتبط بقرار حكومة واحدة، مش بيتطبع زي الفلوس، والمعروض بتاعه محدود وبيعتمد على الندرة. علشان كده على مدار سنين طويلة الذهب كان بيستخدم كمخزن للقيمة. طيب ليه الناس بتثق في الذهب؟ أول نقطة، بيحافظ على القوة الشرائية على المدى الطويل، يعني لو العملة قيمتها بتقل الذهب غالبا بيعوض ده مع الوقت. وتاني نقطة، وهي السيولة عالية جدا، تقدر تشتري وتبيع بسهولة في أي وقت، انت مش محتاج أي إجراءات معقدة يعني ولا حاجة. تالت نقطة، مفيش إدارة، انت مش هتتابع حاجة ولا هتدفع صيانة ولا هتتعامل مع حد، انت بتشتري وبتحفظه وخلاص، بس كده لو عايز تبيعه وتبيعه. لكن خلينا نكون واضحين بقى، الذهب ليه حدود. اول حاجة، ما بيعملكش دخل اضافي، الذهب مش هيجيب لك فلوس كل شهر، مكسبك كله معاه بيعتمد على السعر لما يطلع. وتاني حاجة، بيتقلب على المدى القصير. ناس كتير فاكرة انه ثابت، لكن الحقيقة انه ممكن ينزل في فترات، ومش نزول طبيعي، لا نزول كبير فتخسر فيه. اللي يشتري في وقت غلط ويحتاج يبيع بسرعة ممكن يخسر. تالت حاجة، لو اشتريت مشغولات
هتخسر جزء في المصنعية طبعا، وكلنا فاهمين النقطة دي كويس. يبقى الخلاصة ببساطة الذهب ده قوي جدا بس في دوره، ودوره الأساسي هو الحماية، مش بناء دخل ولا تحقيق قفزات سريعة في الاستثمار والفلوس. وده يخلي سؤال مهم بقى يظهر، لو الذهب بيحمل فلوس يبقى مين اللي بيكبرها ويولد دخل منها؟ تعال نشوف اللي بعده ونحط العقار قدامنا على الترابيزة ونفصله زي ما فصلنا الذهب ونشوف. فكرة العقار بقى مختلفة تماما عن الذهب. الذهب بنحفظ بيه قيمة الفلوس، لكن العقار تقدر تشغل بيه فلوسك، وده فرق جوهري بين الاتنين. ليه العقار ممكن يبني ثروة؟ أول نقطة الدخل الإيجابي، لو اشتريت وحدة وأجرتها في دخل بيجيلك بشكل دوري، وده بيخلق نوع من الاستقرار المالي خصوصا لو عندك أكتر من وحدة. وتاني نقطة وهي زيادة القيمة مع الوقت، وفي الأماكن بالتحديد اللي عليها طلب والمدن اللي بتتوسع العقار غالبا بيزيد سعره على المدى الطويل. يعني انت بتكسب من مصدرين، دخل شهري من التأجير وزيادة في قيمة الأصل نفسها. وفي نقطة احترافية مهمة جدا في العقار، وهو انه من الأصول القليلة اللي تقدر تستخدم فيها تمويل، يعني تدخل بجزء من الفلوس وتستفيد من أصل أكبر. وده لو اتعمل صح ممكن يسرع بناء الثروة بشكل كبير. لكن خلينا نكون واقعيين بقى، التحديات بتاع العقار اللي محدش بيحب يتكلم فيه. أول حاجة وهي السيولة الضعيفة، انت مش هتبيع شقة بكرة، ممكن الموضوع ياخد وقت. وتاني حاجة وهي الإدارة، مستأجرين وصيانة ومصاريف، يعني مش استثمار سايب نفسه كده، ممكن أي حاجة تحصل تكلفك فلوس. تالت حاجة وهي اختيار المكان، ده أهم عامل في العقار. مكان صح يبقى فيه طلب، يبقى فيه زيادة للسعر. مكان غلط يبقى فلوس اتجمدت وخسرتها. رابع حاجة مش دايما في دخل ثابت، الوحدة ممكن تفضل فاضية ما تتأجرش لفترة طويلة. يبقى الصورة الحقيقية عن العقار انه قوي جدا في بناء الثروة، لكن محتاج 3 حاجات: صبر وإدارة واختيار صح، مش زي الذهب اللي بتشتريه وتسيبه. وده يخلينا نروح لأسرع وأكتر أصل مثير للجدل في ال3 بقى، وهو الأصل اللي ناس بتكسب فيه بسرعة وفي نفس الوقت ناس بتخسر فيه أسرع. وهنتكلم عن الأسهم دلوقتي، وزي ما قلنا هو عليه جدل كبير جدا. الأسهم ناس شايفاه أسرع طريق لبناء الثروة، وناس تانية شايفاه مخاطرة عالية ومش مضمون. والحقيقة إن الأسهم ممكن يكون الاتنين حسب انت بتتعامل معاها ازاي. طيب ليه الاسهم قويه جدا؟ اول نقطه امكانيه نمو عاليه جدا. لما بتستثمر في شركه ناجحه انت كانك شريك فيها، ولو الشركه كبرت قيمه استثماراتك بتكبر معاها، وده اللي بيخلي الاسهم من اقوى الادوات لبناء الثروه على المدى الطويل. وتاني ميزه وهي السيوله، انت تقدر تبيع وتشتري بسهوله جدا بضغطه زرار وانت في اي مكان، مش محتاج اجراءات معقده ولا وقت طويل زي العقار. تالت ميزة طبعا وهي مهمة جدا، انه في تنوع للفرص، تقدر تبدأ بمبالغ صغيرة جدا وتوزع استثمارك على اكتر من شركة واكتر من قطاع، وده بيديك مرونة كبيرة جدا. لكن هنا لازم نقف شوية ونعرف ايه هي التحديات في الاسهم. واول حاجة وهي التقلبات العالية، السوق ممكن يطلع وينزل بسرعة جدا وده طبيعي، لكن اللي مش فاهم بيخاف وبيبيع في وقت غلط. وفي نقطة مهمة وهي الفرق بين الاستثمار والمضاربة، لأن في ناس بتدخل تستثمر في الأسهم بتفكر إنها تكسب بسرعة. يعني إيه؟ يعني تشتري النهاردة تبيع بكرة وكسب. لأ، ده مش استثمار، ده اسمه مضاربة. الاستثمار الحقيقي يا صديقي في الأسهم بيعتمد على رقم 1 اختيار شركات قوية، رقم 2 وقت كافي وصبر. وفي جانب نفسي مهم جدا، ان الاسهم دي بتختبر اعصابك، بتشوف محفظتك نازله قدامك، انت لازم تكون هادي جدا علشان ما تاخدش قرار غلط. يبقى الصوره الواقعيه ايه؟ ان الاسهم ممكن تكون اسرع طريق للنمو، لكن برضه اسرع طريق للخساره لو دخلت بدون فهم. دلوقتي بقى عندنا 3 اصول قدامنا: الذهب وده بيعمل حمايه، والعقار دخل وثروه، والاسهم نمو سريع. لكن السؤال الحقيقي بقى، لو حطيناهم جنب بعض مين يكسب؟ خلينا نحط مقارنة مباشرة وواضحة خالص. وأول نقطة في المقارنة وهي السيولة. الأسهم طبعا الأعلى سيولة، بيع وشراء في ثواني. يجي بعده الذهب وهو سيولة عالية بتقدر تبيعه بسهولة. آخرهم طبعا العقار وهو الأضعف في السيولة، ممكن ياخد وقت طويل معاه. لو محتاج مرونة وسرعة يبقى الأسهم، وبعدين الذهب بيتفوقوا. النقطة التانية وهي العائد والدخل. طبعا رقم 1 العقار يقدر يديك دخل إيجاري ثابت. الأسهم بعدها ممكن تحقق نمو قوي وتوزيعات في الأرباح مع بعض الشركات. رقم 3 وآخرهم هو الذهب، ده ما بيعملش دخل، ده مكسبه من فرق السعر بس. يبقى لو هدفك العائد والدخل
يبقى اكيد العقار هو رقم واحد. لو هدفك النمو يبقى الاسهم قوية جدا. النقطة الثالثة في المقارنة وهي المخاطرة والتقلب. طبعا رقم واحد الاسهم، ده اعلى مخاطرة والتقلب، ده ممكن صعود وهبوط سريع جدا في لحظات. يجي بعده الذهب، هو عنده تقلب متوسط برضه حسب اللي بيحصل وحسب التوترات العالمية والاخبار. رقم 3 العقار، ده اقل حاجة في التقلب اليومي، لكن المخاطرة فيه هو اختيار الموقع المهم. يعني الاسهم مخاطرة سريعة، العقار مخاطرة بطيئة، والذهب ده في النص بينهم. النقطة الرابعة معانا وهي الجهد والإدارة. طبعا الذهب اسهل حاجة خالص، انت بتشتري وبتعينه. يجي بعدها الاسهم، ده محتاج متابعة وفهم يومي. بعديه خالص العقار، ده محتاج إدارة بقى، ده مش محتاج متابعة بس، ده محتاج إدارة للصيانة وللمستأجرين. يبقى لو انت عايز حاجة بدون صداع، الذهب أبسط حاجة. النقطة الخامسة في المقارنة وهي رأس المال المطلوب. رقم واحد طبعا الأسهم، دي تقدر تبدأ بمبلغ صغير جدا في أبليكيشنات دلوقتي، تقدر تستثمر مع شركات كبيرة جدا بمبالغ صغيرة جدا جدا. رقم 2 الذهب، وده مرن برضه حسب الكمية، تقدر تجيب سبائك دلوقتي بالجرام وبالنص جرام، العدد اللي انت عايزه أو اللي تقدر عليه. رقم 3 طبعا العقار، وده محتاج راس مال اكبر والتزام كمان طويل. خليني بقى اقول لك يا صديقي، هنا اهم ملاحظه في الفيديو كله، ان مفيش اصل كسب في كل حاجه. احنا راجعنا مع بعض وقارنا، كل واحد فيهم قوي في نقطه وضعيف في نقطه تانية، وده معناه ان السؤال مين الافضل ده سؤال مش دقيق. السؤال الصح هو ايه الاصل اللي يخدم هدفك انت. لكن خلينا ناخد خطوه ابعد بقى. في ناس مش بتختار اصل واحد، وفي ناس بتغلط رغم ان الاختيار نفسه كان كويس. طيب ايه السبب؟ مفيش استثمار فيهم افضل بشكل مطلق، في استثمار انسب لظروفك انت. احنا متفقين على النقطة دي من البداية. طيب لو هدفك تحافظ على قيمة فلوسك ومش عايز وجع دماغ، اكيد الذهب بيعمل الدور ده. طيب لو عايز تبني اصل يجيب دخل ويكبر مع الوقت، يبقى العقار منطقي جدا. ولو بتفكر في نمو اسرع وعندك استعداد تتحمل تقلبات، يبقى الاسهم ممكن تكون اقوى اختيار. لكن الحقيقة الاهم، المستثمر الذكي مش بيختار اصل واحد ويعتمد عليه، هو بيفهم دور كل اصل وبيستخدمه ويحطه في المكان الصح. ادي لك مثال يوضح لك. بيحط جزء يحمي فلوسه، وجزء تاني يبني دخل، وجزء تالت بينمو بسرعة. ده بقى يا صديقي تفكير بناء الثروة، مش مجرد قرار استثماري واحد. واهم نقطة احب اسيبك بيها، ان اكبر خسارة مش انك تختار ذهب او عقار او اسهم، اكبر خسارة انك تستثمر من غير ما تفهم.